ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ جايبه لكم النهارده طريقه عمل الجلاش باللحمه. اول حاجه حطينا معلقه سمنه بلدي، وقطعنا بصل صغير وجينا حاطينه مع السمنه لما قدحت وقلبناه. بعد كده قطعنا 4 قرون من الفلفل الاخضر صغير، جينا حاطينهم عليهم. حطينا بقى ملح وفلفل وبهارات لحمه، وقلبنا كله مع بعضه على الخليط. بعد كده جبنا اللحمه المفرومه وجينا منزلينها على بقيه الخليط وقلبناها وسبناها لما تتعصق. جبنا صينيه وحطينا عليها حته زبده كده مسحناها، وجبنا الجلاش وبقينا نحط كل رقتين مع بعض، نحط عليهم حته سمنه، نرشرش السمنه كده بس كل رقتين مع بعض زي ما احنا شايفين كده. كل رقتين ارش شويه سمنه بالمعلقه كده، وبنكترش سمنه لان السمنه بتبقى يعني دسمه قوي في الجلاش، فاحنا بنخفف علشان احنا هنحط سمنه على الوش كتير. دلوقتي حطينا اللحمه المعصجه اهي في النص، وهنكمل بطبقات الجلاش تاني. طبعا في تعصيجة اللحمة يا جماعة انا ضفت حاجات من عندي، يعني انا ضفت الفلفل الاخضر من عندي وضفت الزيتون من عندي. ما كترتش من الزيتون عشان ما يحدقهاش قوي، لان انا حاطه ملح، فانا حطيت معلقه زيتون صغيره كده تدي طعم حلو، وريحتها طالعه جميله، الاكل بيتعرف من ريحته. الخليط كان جميل قوي، الفلفل مع اللحمه مع الزيتون مع البهارات اللحمه والملح والفلفل الاسمر، ادى طعم وريحه حلوه. دلوقتي احنا بنسقي، سقينا الوش، قطعناها طبعا قبل ما تدخل الفرن علشان لما بنقطعها وهي طالعه بتتكسر معانا، الجلاش بيتكسر، فلازم نقطعها وهي طالعه وهي داخله الفرن. وبعد كده رشينا جبنه رومي، برضو الجبنه الرومي دي من عندي، لان في ناس بترش لبن مع البيض، بيض ولبن، فانا يدوبك رشتها كده باللبن، وجيت حاطه جبنه رومي بدل البيض لاني ما بحبش البيض في الجلاش. طالعه ما شاء الله زي الفل اهيت، وطعمها جميل وخفيفه وحلوه. يا ريتكم تقولوا لي رايكم فيها، ويا ريت اعجاب بالفيديو لو عجبكم، ويا ريت اشتراك في القناه لان مفيش تفاعل خالص على قناتي يا جماعه. لو الحاجه بتعجبكم لو سمحتم يعني فضلا وليس امر ممكن تعملوا لي اللايك، يبقى جزاكم الله كل خير. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله المره الجايه. اتمنى الخير للجميع، اتمنى الاشتراك في القناه، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.